ونيجي بقى للمشهد الكبير، مشهد إسلام سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق ربنا أكرمه بأحسن اختيار في حياته، إنه اختار إن صاحبه المقرب يكون سيدنا محمد. الاتنين تجار، وسيدنا النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر كان دايما يتقرب لسيدنا رسول الله، كان بيحب قعدة النبي وبيصدق النبي ويتونس بالنبي. وسيدنا رسول الله كان مختار أبو بكر الصديق كصاحب مقرب. وبعدين لما نزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على طول سيدنا محمد اختار أقرب اتنين، اختار زوجته ستنا خديجة، وراح حكى لها فأسلمت، فهي أول إنسان يسلم كان ستنا خديجة. وراح بعدها لصاحبه على طول. وأنا هسيب لك كلام النبي هو اللي يشرح لك سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد إزاي قريبين من بعض، وفي كم من المصداقية والثقة والطمأنينة تخلي الصداقة دي جنة لوحدها. بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما كلمت أحدا عن الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبو بكر، ما أن كلمته حتى أسلم. كل واحد النبي كان يقول له ربنا والإسلام وأنا نبي، يقول له طيب بس، ويسأل كده ويفكر. إلا سيدنا أبو بكر، النبي قال له أنا رسول الله، قال له طبعا يقينا. أصل لو في فكرة اسمها النبوة في الدنيا يبقى أنت يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو في وحي نزل مفيش في الكون حد زيك عشان يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال له طبعا، وأسلم في أول من أسلم من الرجال. وأنا ساعات بحس إن بالحاجات دي فيها كده تطمين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحبي المقرب. أنت عارف لما يكون القريب منك ده معاك كده بيبقى سند كبير. بس أقول لك على حاجة، التطمين الحقيقي لعبد الله بن عثمان. اوعى تنسى أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان. تطمين ليه إن أنا صاحبي النبي ده، أنا رايح في حتة حلوة قوي، ده أنا دنيتي وآخرتي في حتة حلوة قوي. ويسلم سيدنا أبو بكر الصديق. لكن سيدنا أبو بكر الصديق أنت وأنت ماشي كده هتشوف عنده حس مسؤولية، وسؤال داخلي دايما بيدور جواه: هو أنا دوري إيه في الموضوع؟ أي موضوع يتساءل أنا دوري إيه في الموضوع. هتشوف في الهجرة بيقول دوري إيه في الموضوع، هتشوف في الحروب بيسأل دوري إيه في الموضوع. فلما النبي عليه الصلاة والسلام كلمه عن الإسلام فأسلم، راح رجع كذا قول. بعضهم يقول 6 من ال10 المبشرين بالجنة، بعضهم يقول 5، بس هو رجع ب8 للنبي. 6 من ال10 المبشرين بالجنة و2 كمان. راح كلم سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح. أنت بتعد معايا؟ أنت متخيل الموضوع عامل إزاي؟ راح كلم سعيد بن زيد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيدخل عليه دلوقتي كبار 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 الصحابة اللي بشرهم بالجنة، ومن المهاجرين الأوائل مش النبي اللي كلمهم. اللي كلمهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول، اللي دايما عايز يقول أنا كتفي شايل، قول لي أعمل إيه، من غير ما تقول لي أنا هروح أعمل وأجي أفرحك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكتير من الصحابة أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق، ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا. لكن مش بس كده، لما أسلم مع النبي وأسلم الصحابة وبدأ البسطاء يخشوا في الدين، فقراء الصحابة منهم عبيد عند مشركين، وبعض الناس كانوا أغنياء زي سيدنا عثمان بن عفان مثلا اللي أسلم برضه على إيد سيدنا أبو بكر الصديق. البسطاء دول اتعذبوا جامد قوي، ملهمش عائلات ظهر تحميهم. هو أنا إيه دوري في الموضوع ده؟ على طول كده فيتمشى سيدنا أبو بكر، وكان غني تاجر عنده المال وعنده الجاه محبوب، فيلاقي أمية بن خلف حاطط الصخرة الضخمة على بطن سيدنا بلال. فبيقول له يا أمية، ما هو معروف أبو بكر، يا أمية أما أنا لك أن ترحم هذا الرجل؟ فأمية يقول له ارحمه أنت الذي أفسدته، مش أنتوا اللي بتدعوا لدين جديد، أنت اللي أفسدته، يلا ارحمه انقذه لو تقدر. قال له اشتريه. قال له اشتريه، اتفضل ادي الأقية دي كم معين من الفلوس يكفي لشراء عبد. قال له لا، أقية مش كفاية. قال له أخويا في عينيا قول لي. قال له عايز تاني، اداله أقية. احنا النهارده بندفع فلوس كده
اوفر برايس. عارف انت لما يقول لك انت اشترى مش عارف اوفر برايس، يعني بيشتري بزياده. خد الاوقيه الثانيه، قال له كمان ثالثه رابعه خمسه. بس هو ما كانش عندهم برايس، الالفاظ دي ما كانتش عنده. كان اخويا في دي بعينيا، ده انا بدعي له بالجنه، هبخل عليه بمالي. اشترى سيدنا بلال ب7 أوقيات، 7 أضعاف ثمن العبد. عشان كده ما تستغربش إن سيدنا عمر كان يشوف سيدنا أبو بكر معدي يقول أبو بكر ده سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عشان سيدنا عمر كان شايف إن أبو بكر سيدنا وبلال سيدنا كمان، فيقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن المعلومة اللي ما كانتش معروفة إن الجارية الغلبانة الضعيفة، جارية بنت مؤمل اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب بيضربها، كانت جارية عند سيدنا عمر، يقعد يضرب فيها عشان أسلمت لغاية ما يتعب، مش لغاية ما تقع من طولها، لغاية ما هو يتعب وبعدين يستريح ويقوم يضربها. فعدى سيدنا أبو بكر الصديق وقام شاريها منه وحرر هذه الجارية من شدة سيدنا عمر في بداية الدعوة وقبل إسلام عمر. لسه كتير مع سيد الأسوياء سيدنا أبو بكر. الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها يسر وعسر. جزء كبير من اليسر اللي في حياتنا بسبب بني آدمين مشغولين بينا، ومشغولين ازاي يساعدونا في أداء مهمتنا في الحياة ويخففوا عنا أعباء الحياة. الناس دي هي جنة ربنا في الأرض اللي بييسر عليك ده. سيدنا أبو بكر الصديق امبارح أسلم على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة رايح يجيب 5 أو 6 على حسب الروايات المختلفة، 5 أو 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على إيديه. يعني باللغة البسيطة بتاعتنا أتقل ناس أسلمت على إيد سيدنا أبو بكر الصديق، وكلهم طبعا من خير النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا أبو بكر الصديق. تحس كده إن ده صاحب مشغول بصاحبه جدا. صاحبي بيعمل حاجة، طب أنا إزاي أكون جزء من رسالته، جزء من عونه ودعمه، وجزء من الحل مش جزء من المشكلة. انت عارف يقولك ايه، انت دايما وانت عايش كده بيبقى في ناس جزء من المشكلة، بتبقى انت عمال تفكر ازاي هتهندلهم وتفهمهم وتشرح لهم، وفي ناس جزء بيجروا، جزء من الحل، جزء من التيسير. لو هم موجودين انت مش شايل هم، هتتقضي عشان فلان هو اللي موجود. وناس تانية لو هم موجودين ربنا بقى يستر ايه، ما تكلكعش في الوسط. وده اختيارك. انا طبعا يعني ايه، ساعات بحس ان الكلام مش بيسعفني. يعني انا مش متخيل ميزان سيدنا ابو بكر الصديق يوم القيامه عامل ازاي. يعني لما سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لو وزن ايمان الامه بايمان ابي بكر لرجحت كفه ابو بكر الصديق. انا بكلمك بس ان ده فعل من افعال سيدنا ابو بكر الصديق في اوائل ايام الاسلام. وده اللي يفهمك ازاي ان البيوت فيها انوار زي دي. بنت اول ما اتخرجت جريت تشتغل عشان تساعد ابوها في المصاريف. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. واول ما بدات تقبض بدا يظهر على اسرتها القبض ده رغم انه مش مطلوب منها، لكن هي حست ان في كفاح في البيت. فانا مش اتخرجت وابويا صرف عليا، سواء انا بنت ولا ولد ايا كان، خلاص بقى انا عايز ابدا بقى اشيل شويه. يا سيدي مش هساعد في البيت، على الاقل هشيل نفسي. يبقى من تاني يوم اتخرجت على طول ادور على شغل، وعارف اشبك في حاجه كده يخش لي منها دخل، اشيل نفسي لغايه ما تجيلي الحاجه اللي بحلم بيها، بس ما اعطلش. سيدنا ابو بكر الصديق اسلم النهارده 6 من 10 المبشرين بالجنه على طول مع النبي عليه الصلاه والسلام. كم العون والسند والغوث. فانت محتاج تفكر في ده، فكر في ده كويس، وخليك كده في حياه اللي حواليك.